السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم الكشف رسميا عن تصميم ملعب مولاي عبد الله بن دينة الرباط بسعة 65 ألف متفرج، مع بناء ملعب آخر بجانبه خاص بألعاب القوى بسعة 25 ألف متفرج، وبناء موقف سيارات بطابقين يستوعب 3300 سيارة، وكذلك بناء موقف جنوبي تحت أرضي بسعة 1900 سيارة، بناء موقف للسيارات في الهواء الطلق في الرياض، وربط الملعب بشبكة الترامواي، وإنشاء قنطرتين للراجلين في اتجاه الرياض.